السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وأصدقائي في قناة أبو شي. النهاردة أنا مش عايزكم تستغربوا في الموضوع اللي بتكلم فيه. الموضوع دوت أنا نشرته تقريبا من حوالي سنة أو سنتين، وكان نفس الشخص اللي موجود قدامكم دوت عامل نصبة شاي، واشتكى نهاريها إن كيلو السكر بقى ب14 جنيه، وهو ب14 جنيه نصبة الشاي قفلها عشان كيلو السكر كان غالي. ما بالك دلوقتي بيعمل ايه؟ هقول لكم الراجل ده دلوقتي بيشتغل ايه، بس في نهاية الفيديو هتعرفوا قصة مؤلمة جدا جدا، والناس طالعة تشحت او تتسول على اليوتيوب. بالله عليكم احكموا بالعدل، مين احق بالتسول على اليوتيوب؟ الراجل دوت ولا الناس اللي عايشه وعندها خير مش مكفيها؟ ليله السكر دلوقتي بقى ب 14 جنيه، مش حمل ان انا اجيبه. صح، باكل الشاي بقى ب 4 جنيه، مش حمل اجيبه. وعشان اسال الزبون اقول له خد الكوبايه ب 3 جنيه، بيقول لي ليه؟ ليه؟ لما نقعد في قهوه احسن. اللي عنده كرامه احسن من اللي عنده عزبه. اللي عنده كرامة فعلا أحسن من اللي عنده عزبة. والراجل دوت رغم احتياجه الشديد للمادة ولكن مش عايز يتنازل عن كرامته، عكس ناس كتير قوي عندها وربنا مكفيها ومديها خير، مديها عربيات ومديها قنوات يوتيوب بيسترزقوا منها، ومع ذلك عنده استعداد ان هو يطلع على اليوتيوب على منصة كبيرة زي منصة اليوتيوب وان هو يقول حصل 1 2 3، ده انا اتكسر مني كوبايه الشاي وانا بشرب الشاي. على سبيل ايه؟ نعرض مشاكلنا ونعرض الحاجه اللي الناس مش شايفاها ومش حاسه بيها على اليوتيوب. استجداء، استعطاف، تسول الكتروني. نفسيتي البني ادم برضه عزيز عليه وكرامته يعني كنت راجل صنايعي، فانا يعني بخجل من الناس برضه، بتحرج منهم. صح. وساعات بشوف مثلا واحد جاي الاقي نفسي سرت في الدموع واسيبه وامشي، يندى عليا اسيبه واجري من كرامه البني ادم برضه اتكسرت. طبعا الدرس دوت اللي هيسمعه مش هينساه ولا هيقدر في لحظه ان هو يتناساه كمان. الراجل ده ادانا درس في الكرامه، ادانا درس في عزه النفس، ادانا درس في العفه بتاعه الانسان، وازاي يكون عفيف وازاي يكون عنده كرامه يقدر ان هو يتمسك بيها حتى لو هو في عز الاحتياج للماده. شفتوا بقى يا اصحاب قنوات التسول الالكتروني الراجل دوت علمكم ايه النهارده؟ تعالوا نشوف بيطلب ايه من الرئيس وبيطلبها ازاي. عشمان في سياده الرئيس اللي يقف جنبنا، عشمان وربنا قادر على كل شيء. وصل له صوتي، صوت مواطن غلبان من شعبه. سيد هو نموذج من نماذج كتيرة موجودين محتاجين مساعدة منكم، مش بس في رمضان وغير رمضان. يمكن احنا كنا بنشوف زمان الناس بتساعد بقلب وبحرقة، دلوقتي الغلا بتاع المعيشة بيؤدي إلى تناقص في بعض المساعدات اللي بتوصل لأصحابها. فهل يا ترى التناقص دوت ما حصلش شخصية زي ديت؟ أكيد حصلها ومتأثر بيها، زي ما أنت معاك فلوس ومتأثر، هو متأثر من الأول، من قبل الأزمة، من أي أزمة هي بتحصل وهو متأثر. عشان كده بنناشد أصحاب القلوب الرحيمة اللي موجودين على منصة اليوتيوب، وأنا بنفسي بشوف مساعدات كتيرة، ناس فرقت شقق وناس وصل لها حاجات ومعونات من الخارج ومن الداخل. هل يا ترى الشخصية اللي انتوا شايفينها ديت ما تستحقش ان هي يكون ليها جزء ولو صغير من المساعدات اللي بتتقدم على منصة اليوتيوب؟ هو مش عارض نفسه، لكن انا اللي اصريت ان انا اعرضه. ده طبعا بعد ما استأذنته، لان عزة نفسه بتمنعه ان هو يمد ايده لاي حد. من خلال نصبة الشاي ديت هو عايش، بيدفع ايجار وبياكل وبيشرب وبيعمل كل حاجة. انتوا عارفين العشة اللي هو قال عليها ديت عبارة عن ايه؟
يعني فيها مكان النوم ومكان الطبخ ومكان اي حاجة ممكن انك انت تتخيلها. اكيد في ناس هتساعد الراجل دوت بعد ما شافت الحالة بتاعته، ولو ما ساعدتوش شير الفيديو بتاعه. شكرا. ودلوقتي المفاجأة الكبرى، الراجل دوت انا شفته تقريبا من يومين، شفته ماشي في الشارع شايل شوال على كتفه وماشي بيلم الازاز البلاستيك والغطيان بتاعت العلب البلاستيك، اي حاجة بلاستيك في الشارع كان بيلمها وبيحطها في الشوال دوت. طبعا انتوا عارفين ليه، واكيد بتشوفوا المناظر دي كتير جدا في الشوارع. النماذج دي كترت يا ريس، النماذج دي كترت يا ريس دلوقتي، والناس مش لاقيه. دوت بيشتكي ايام ما كان كيلو السكر ب 14 جنيه، دلوقتي كيلو السكر هيعمل ايه ولا ايه؟ ولا مين هيشرب شاي في نصبه واقف في الشارع واحد على سبيل المساعده؟ اكيد مش هيشرب، وعلى رأي المثل هيقول لك اروح اشرب الشاي في القهوه احسن ما اشربه في الشارع. شهر رمضان على الابواب، شهر رمضان على الابواب، وربنا يكرم كل واحد يقدر يقدم المساعده، مش بس للنموذج دوت، نماذج كتيره مختلفه بتقابلك في الشارع. حاول ان انت تقدم مساعده للناس اللي محتاجه فعلا، مش الناس اللي بتتسول عبر وسائل الكترونيه في منصه اليوتيوب.